يا مساء الجمال. فيلمنا بيبدأ سنة 1964 مع واحد اسمه إيجي ومراته اسمها لورين، والاتنين دول محققين في الظواهر الخارقة، وكمان عندهم الموهبة إنهم يطردوا الشياطين والأرواح الشريرة. وكانوا قاعدين بيسمعوا البنت بتحكي لهم إن بيحصل معاها ظواهر غريبة جدا، وبتقول لهم إنها بتسمع أصوات وبتحس دايما إن في حد بيراقبها لكن مش بتشوف حاجة. وكمان والدها كان بيحس بنفس الحاجات دي لحد ما وصل بيه الحال انه يخلص على نفسه. فإيد ومراته بدأوا يفحصوا المكان اللي عايشة فيه البنت. ساعتها لورين بتلاقي قدامها مراية قديمة وعليها رسومات لأطفال، والفضول خلاها تحط إيديها على المراية دي، وفجأة كده المراية اتشرخت ولورين شافت انعكاس لكائن مخيف. في نفس اللحظة لورين حست بألم جامد جدا في بطنها، وهنا بنعرف إنها حامل. فإيد جوزها بياخدها وبيطلع بيها على المستشفى، ولما بيوصلوا بيدخلوا العمليات على طول، والدكاترة كانوا بيحاولوا يولدوها. وفجأة النور بيقطع في المستشفى كلها، ولورين بتحس إن في روح شريرة معاهم في المكان، وغالبا كده الروح اللي البنت كانت بتتكلم عنها راحت معاها المستشفى، وكانت بتشوف مخلوق شكله مخيف جدا بيقرب عليها. والدكتور في الوقت ده قال لها إن الحبل السري ملفوف حوالين رقبة البيبي، وفضل يعمل محاولات كتير عشان ينقذه، بس للأسف البنوتة طلعت ميتة. فلورين في الوقت ده كانت حزينة جدا وفضلت تعيط، وقالت للدكتور يديها بنتها. ولما جابوا لها البنت فضلت تدعي لربنا انه يرجعها تاني للحياة، وبالفعل المعجزة حصلت وبنتها رجعت للحياة تاني. والدكتور والممرضين ما كانوش مصدقين اللي هم شايفينه. وبعدها بتعدي الأيام والسنين وجودي بنتهم بتكبر، لكن بيجي يوم وبتقول لمامتها انها بتشوف أرواح وكائنات مخيفة، وهنا بنفهم انها وارثة الموهبة دي من مامتها. فلورين بتقول لبنتها على تعويذة كده تقولها لما تحس بأي روح شريرة حواليها والروح هتختفي على طول. بعدها كده ب10 سنين بنروح لولاية بنسلفانيا. هناك بنلاقي واحد اسمه جاك داخل بيته اللي عايش فيه مراته وبناته الأربعة وباباه ومامته وكمان الكلب بتاعهم، على بعضهم كده 8. واليوم ده كان عيد ميلاد هيزر بنته الكبيرة، والعيلة كلها كانوا جايبين لها هدايا، وتيتا وجده كانوا جايبين لها مراية قديمة. والمراية دي على حظها الأسود تطلع أنه مراية اللي لورين لمستها من 20 سنة. المهم بعدها بشوية بيجيبوا لها تورتة وسنة حلوة يا جميل، ولسه البنت هتطفي الشمعة لقت الشمعة طفت لوحدها، فافتكرت إن أختها هي اللي عملت كده. لكن أختها قالت لها إن شاء الله عدمك يا شيخة ما طفيت حاجة، وولعوا لها الشمعة تاني. والمرة دي بقى لسه هتطفي الشمعة لقت اللمبة اللي في السقف نزلت على دماغها. بعد كده بنروح لإيد ولورين وهم مع جودي بنتهم، والبنت كبرت كده وبقت عروسة، وكلهم كانوا بيتعشوا في مطعم ومبسوطين. وفجأة جودي بتحس بروح شريرة فبتقول التعويذة إياها، ومامتها لما بتشوفها بتفهم اللي بيحصل وبتمسك إيديها وبتقول هي كمان التعويذة. وقتها لورين بتشوف إيد كائن شريرة بتتشال من على كتف بنتها وهي مش حاسة. في اللحظة دي لورين صرخت، فإيد سألها إيه اللي حصل، لكن هي مسكت أعصابها وقالت له مفيش حاجة، وعدت الليلة من غير ما تجيب سيرة لا ليه ولا لبنتها. نرجع تاني للعيلة اللي عندهم المراية، وبنشوف جانت الأم وهي بتلم الغسيل عشان تنزل تغسله في البدروم. وقتها بتحس إن في أصوات غريبة جاية من الضلمة، واللي زود الطين بلة إنها شافت خيال لحد شكله مخيف واقف وسط الضلمة. والغريبة إنها لما نورت النور ما لقتش حاجة، فبتكمل يومها عادي في شغل البيت. وهي بتتكلم في التليفون فجأة السماعة بتتشد من ايديها، فافتكرت ان بناتها الصغيرين هم اللي عملوا كده. لكن لما ندهت عليهم لقت البنتين نازلين من فوق على السلم. الله، امال مين اللي شد السماعة؟ لا دي كمان لما لقت ان سماعة التليفون بتتسحب لأوضة ضلمة فقالت لك ما بدهاش بقى ونورت النور. والمرعب انها لقت التليفون موجود في نص الأوضة ومفيش حد. في الوقت ده فهمت ان في حاجة مش طبيعية بتحصل. والمرعب اكتر ان بنتها الصغيرة كانت بتلعب بعروسة، والعروسة دي بتمشي وتزحف، وفجأة العروسة اتقلبت لوحدها واتعدلت ناحية البنت وراحت واقفة، وفي الآخر طارت في الهوا. وإذ فجأة ظهرت ست عجوزة شكلها كده طالع من التربة طازة وماسكة لها العروسة وهي بتضحك. فالبنت يا عيني من الرعب عملتها على روحها وطلعت تجري. وبالليل البنتين الكبار كانوا بيبصوا على المراية اللي موجودة في أوضتهم، وكانوا شايفين إن من ساعة المراية دي ما دخلت البيت وفي حاجات غريبة بتحصل، فقرروا إنهم ياخدوا المراية هيلا بيلا ويرموها في الزبالة. والصبح العمال بيرموها في العربية وبتتكسر 100 حتة. في نفس الوقت اللي المراية بتتكسر فيه أخت هزر الكبيرة بتحس بكحة جامدة، بعد كده بتبدأ ترجع دم وإزاز، وكل العيلة كانت مرعوبة وأخدوها على المستشفى. على زاوية تانية لورين كانت مجمعة كل أصحاب إيد عشان تحتفل بعيد ميلاده. وقتها بنلاقي بنتها جودي جاية هي وصاحبها توني اللي كان متوتر جدا من مقابلة إيد باباها. بعدها لورين بتفتح لهم الباب وقابلت توني مقابلة حلوة، لكن إيد قال له إيه يا ابني اللي أنت لابسه ده، هو أنت جاي عزا؟ خش شوف لك حتة ناشفة اقعد فيها.
المهم هناك بيقابلوا كاهن، والراجل ده صديق العيلة من زمان وبيساعدهم كتير في طرد الأرواح الشريرة. ساعتها جودي سابتهم وطلعت أوضتها عشان تسترجع ذكريات الطفولة، وفي اللحظة دي الأوضة بتاعتها بتضلم، وفجأة بتشوف العروسة اللي اسمها أنابل قاعدة وراها على الكرسي. فجودي بدأت تقول التعويذة وهي مرعوبة وبتعيط، وكالعادة التعويذة أنقذتها. وقتها دخل عليها توني وكان ملاحظ إنها مغمضة عينيها وبتقول كلام غريب، فجودي فهمته على كل حاجة. توني قال لها طب ممكن تعلميني التعويذة دي يمكن تنفعني، ما انتوا عيلة ما يعلم بيها الا ربنا، والأمر ما يسلمش من عفريت هنا ولا هناك يجي عشان يلبس أمي. فجودي قالت له غمض عينك وأنا هقولك تقول إيه، ويا دوبك غمضت عينيها توني ما صدق ونفخ لها في عينيها. في الوقت ده بتدخل عليهم لورين، وكويس إنها لورين لأن لو إيد اللي شافه كان نفخه، وبتقوله إن بابا جودي مستنيه تحت. فبينزل لإيد بيلاقيه بيلعب تنس طاولة، فالمعلم نزل قدامه وقضوا وقت جميل. وبعد ما الجيم بيخلص توني استغل انهم لوحدهم وطلع من جيبه خاتم وقالك انه عايز يتقدم بيه لجودي، وطلب انه ياخد موافقتهم الاول قبل ما يقول لها. طبعا لورين كانت موافقه، اما ايد كان عايز يبوظ الجوازه، فقال لتوني ما تستعجلش، وده لانهم لسه عارفين بعض من 6 شهور. في الوقت ده جودي دخلت عليهم وشافت الخاتم بالصدفه، وبقوا كلهم قدام الامر الواقع. وتوني مسك الخاتم ولسه هيقول لها تتجوزيني، البنت ما صدقت وقالت له موافقه. ده انت هيطلع عين اهلك مع العيله دي يا عم توني. نرجع تاني لجاك وعيلته، وكلهم كانوا عايزين يسيبوا البيت ويمشوا بعد اللي شافوه، بس جاك ما كانش عارف هياخد الجيش ده كله ويروح بيه فين، فقال لهم يناموا دلوقتي والصباح رباح. وطلع هو ومراته اوضتهم عشان يناموا، ولسه هيقعد على السرير سمع صوت غريب، فجاب النضاره عشان يشوف ايه اللي بيحصل. واول ما بيلف لقى المنظر ده فاتجمد وما كانش قادر يتحكم في اي حاجه في جسمه، وفجاه كده جسمه كله بيطير في الهوا وما كانش قادر ينطق ولا يتكلم كلمه. ومراته كانت في سابع نومه ومش حاسه بالراجل اللي بيتلبس جنبها. في الناحيه التانيه بنته بتنزل تشغل شريط الفيديو بتاع عيد ميلادها عشان تعرف مين اللي طفى الشمع، وفضلت تعيد وتزيد في المشهد لحد ما شافت وش روح شريره شكلها يرعب هي اللي بتطفي الشمع، وهوب بتشوف واحد جاي عليها بفاس شكله مرعب وبيحاول يقتلها. ففضلت تصرخ وتنادي لحد ما البيت كله صحى. ومامتها لما شافت جوزها متشعلق في الهوا سابته زي ما هو ونزلت جري لبنتها. وبعد ما الرعب ده هدى شوية العيلة كلها طلبت من جاك يشوف لهم حل. فتاني يوم المعلم بلغ الكنيسة والصحافة، وأي حد كان ماشي في الشارع كان بيقوله على اللي بيحصل معاهم عشان يعني حد يساعدهم. والحكاية بتاعتهم بقت حديث الساعة. على زاوية تانية لورين بتاخد بنتها عشان يجربوا فستان الفرح، فصاحبة الاتيليه بتاخد جودي أوضة تغيير الملابس وبتلبسها الفستان وبتقول لها ثواني بس هروح أجيب حاجة وهرجع لك بسرعة. جودي بقى كانت عمالة تبص على الفستان وكانت فرحانة جدا. ساعتها حست بصاحبة الاتيليه وهي بتظبط لها الفستان، بس الغريبة إنها دخلت لجودي جوه الفستان. فجودي قالت لها بلاش كده يا ولية أنا بغير من الحتة دي، لكنها ما طلعتش صاحبة الاتيليه دي، طلعت أمنا الغولة اللي ظهرت للطفلة في البيت التاني وكملت والنور قطع. فجودي فضلت تقول التعويذة بتاعتها، وأمنا الغولة كانت بتمشي إيديها على وشها، لكن في الآخر الست مشيت والنور رجع تاني. ولورين دخلت لها ولما لقت بنتها منهارة قدامها فهمت اللي حصل. على الجانب التاني بنشوف الكاهن ده واسمه جوردن، وهو مع جانيت مرات جاك وبيعرض عليها إنه هيساعدهم، وطبعا هي ما صدقت. فبدأ يعمل الطقوس بتاعته ويرش مية لحد ما شاف دخان في البدروم مكان المية اللي بيرشها. فطلع لجانيت وقال لها إن فعلا البيت مسكون وإنه هيتواصل مع الكنيسة عشان تاخد الموضوع بجد، وراح يبلغ الكاهن المسؤول عن الحاجات دي. فالسكرتيرة طلبت منه يقعد دقيقة وهي هتدخله. وقتها بيبص على سلك المكنسة بره الأوضة، ولما رجع يبص للسكرتيرة تاني لقاها اختفت، وفجأة الأوضة ضلمت. وبنعرف إن الروح الشريرة راحت وراه من البيت. مش بس كده، دي اتحكمت في جسمه وخلته يلف سلك المكنسة حوالين رقبته ويخلص على نفسه. بعدها بنشوف عيلة إيد وهي في الجنازة بتاعته، وما كانوش مصدقين إنه ممكن يعمل كده في نفسه. وقبل ما بيمشوا جودي بتلمس التابوت بتاع الكاهن وشافت اللي حصل معاه وما جابتش السيرة لمامتها. وقتها بيجي لهم كاهن تاني عشان يعزيهم، فجودي بتسأله هو الكاهن كان فين لما توفى، فرد وقال لهم إنه كان موجود في بنسلفانيا في البيت اللي مليان أرواح شريرة. المهم لورين لما بترجع البيت بتقف تغسل المواعين، وبعد ما خلصت غسيل شافت رؤية مرعبة، أو تقريبا الحوض كان مسدود ولا إيه. وإيد دخل عليها لقاها عمالة بتصرخ وقال لها مالك يا ماما هي ناقصة فيه إيه. فقالت له إنها شافت رؤية إن جودي في خطر. في الوقت ده توني بيوصل عشان يقول لهم إن جودي راحت بنسلفانيا، وعلى طول هما التلاتة بيروحوا للبيت اللي مليان أرواح شريرة. وعيلة جاك أول ما شافوهم كانوا مفكرينهم جايين يساعدوهم، لكن إيد ولورين أول ما شافوا بنتهم حضنوها وقالوا لها أنت جيتي هنا ليه. جودي قالت لهم إنها لما لمست التابوت بتاع الكاهن حست إن في حاجة بتقول لها تيجي هنا، إيه هي الحاجة دي ما تعرفش. وطلبت بعد كده من باباها ومامتها إنهم
يساعدوا الناس لأنهم فعلا محتاجين المساعدة. فالاتنين وافقوا بس بشرط إنها ما تتدخلش في أي حاجة. وبدأت لورين تفحص البيت كله، ولما بتدخل أوضة النوم بتبص تحت السرير فبتحس إن في حد موجود فوق السرير، فبتطلع فوق السرير تلاقي حد تحت الملاية، وشغلانة ما يعلم بها إلا ربنا. ولورين بعدها بتنزل وبتقول لجوزها إن في 3 أرواح شريرة موجودين في البيت طالعين رحلة يعني، وإنه كان في واحد حابس مراته وحماته وكان بيعذبهم وفي الآخر قتلهم. لكن في الحقيقة الأرواح ال3 دول مش بيظهروا بمزاجهم، لا ده في كائن شيطاني بيتحكم فيهم وبيخليهم يعملوا كده. فإيد قال لها طب والكائن ده مستني إيه ولا عاوز منهم إيه؟ الموضوع عدى عليه شهور وهم على ذا الحال. في الوقت ده جودي بتسمع صوت مامتها بتنده عليها من الروف، لكن طبعا دي مش مامتها. فالبنت بتطلع وكالعادة النور ما بيكونش شغال، فبتاخد الكشاف عشان تنور بيه وبتبص يمين وشمال ما بتلاقيش لورين، والمفاجأة انها بتلاقي المراية اياها. وطبعا واحد هيقول لي هي المراية دي مش اتكسرت في الزبالة؟ هقول لك ده شغل عفاريت يا سيدي ملناش دعوة بيه. المهم جودي بتروح عندها وبتحط ايديها على المكان اللي فيه الشرخ، فبتسمع اصوات وحركات مرعبة، وطبعا العمر مش بعزقة، فبتسيب الروف وبتنزل. لكنها بتلاقي البيت كله كان مضلم، وبتسمع حد بيناديها من جوه أوضة. ولما بتبص جوه الأوضة دي بتلاقي العروسة بتاعت أنابل، وفجأة العروسة بتتحرك وحجمها بيزيد وبتطارد جودي، ولسه هتهرب منها بتقع من على السلم وبتتخبط في دماغها. ساعتها لورين بتجيلها والبيت كله بينور بعد ما أنابل نشفت دمنا، وبتسأل ايه اللي حصل. فجودي قالت لها ان في روح شريرة موجودة في الروف. فلورين بتاخد ايده وبيطلعوا هناك ويلاقوا ايه؟ المراية اللي شافوها من 20 سنة. وطبعا اول ما شاف المراية قالوا احي ونزلوا. بعد كده قعدوا مع جاك وعيلته وحكوا لهم على اللي حصل معاهم من 20 سنة، وقالوا لهم انهم هياخدوا المراية ويحطوها في الأوضة بتاعتهم اللي بيحتفظوا فيها بكل الحاجات الملبوسة. بعد كده ايد بيقول لتوني يروح يجهز العربية عشان ينقلوا المراية، وطلع هو وجاك وغطوا المراية وربطوها. وقتها بنشوف جودي حالتها بتسوء وفجأة بتقع، فلورين بتاخدها على السرير وبتقعد جنبها. أما إيد وجاك فبيشيلوا المراية عشان ينزلوها، لكن المراية كانت تقيلة جدا. فإيد قال لجاك خف نفسك عشان المراية دي هتعاند معانا ومش هترضى تطلع من البيت، وقال له مهما يحصل اوعى تبص في المراية. لكن اللي بيحصل إن الحبل اللي المراية مربوطة بيه بيتفك لوحده والغطا بيتشال من عليها. جاك في اللحظة دي بيشوف انعكاس كائن مخيف واقف فوق منه، فبيتخض ويقع من الروف، وإيد ما بيقدرش يشيل المراية لوحده فبتقع على رجل جاك. في الوقت ده لورين رجعت لبنتها عشان تطمن عليها، بس ما لقيتهاش على السرير ولقيتها قاعدة مرفصة على الأرض. ولما بتبص في وشها لقت إن وش بنتها اتغير لشكل مخيف، وفجأة هجمت على مامتها وخرجت من الأوضة وبدأت تهاجم الناس اللي موجودة في البيت كله حتى باباها. في اللحظة دي توني بيدخل البيت وبيطلع كل اللي موجودين بره، وبيقعد هو جوه مع إيد ولورين وجودي. فإيد بيقول لمراته تجيب الكتاب اللي فيه طقوس طرد الأرواح الشريرة، وعلى ما جابت الكتاب بيلاقوا إن جودي بتحاول تخلص على نفسها، بس قدروا يلحقوها على آخر لحظة وفضلوا يعملوا لها إسعافات أولية عشان يفوقوها مرة تانية. وقتها لورين بتبص على المراية بتشوف الانعكاس بتاعها بالظبط لكن مع ملامح مخيفة. وبعد شوية جودي بتفوق. في الوقت ده المراية فجأة كده ومن غير أي مقدمات بتقف في الهوا لوحدها وبتفضل تلف بسرعة كبيرة. فإيد بيمسك الكتاب وبيبدأ يقرا الطقوس، فالمراية بتثبت وبعد كده بتتحرك ناحيتهم وبتزنق توني تحتها وبتعور له رجله وبتخنقه في رقبته. أما إيد فبيكمل الطقوس والمراية بتمشي ناحيتهم. مش بس كده، المراية كمان حرقت الكتاب، وإيد بيشوف انعكاس في المراية الواحد شبهه شكله مخيف وبيقول له اخرس. إيد قال له انت بتقول لي اخرس وكمان بتحرق لي الكتاب بتاعي؟ طب خد، وراح حاطط الكتاب كله على المراية، وده اللي خلى الشخص اللي انعكاسه في المراية يتحرق. كل ده وتوني عين أمه متمخمط تحت. في الوقت ده لورين بتبص لجوجي وبتطلب منها تواجه خوفها وتتغلب عليه، وحطوا هما كمان ايديهم على المراية وقالوا التعويذة مع بعض. في اللحظة دي الأرواح اللي موجودة جوه المراية بدأت تصرخ وما كانوش مستحملين الكلام، وفجأة كده بيتبخروا وغاروا في داهية الله يحرقهم. وإيد وتوني أخدوا المراية وحطوها في الأوضة المحصنة. بعد كده إيد رمى لتوني مفتاح الأوضة دي وقال له أهلا بك في العائلة، يعني الواد اتدبس مع العيلة دي. وفي النهاية توني بيتجوز جودي وبيعيشوا مع بعض في تبات ونبات وبيخلفوا عفاريت وساحرات. وكده يخلص فيلمنا. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد.